عمرك فكرت إن ممكن يكون في أماكن على الأرض البشر عمرهم ما كان المفروض يروحوا هناك؟ أماكن اتثابت من زمان بس الرعب ما سابهاش، فضل عايش فيها. النهاردة هندخل العتمة سوا ونشوف 4 أماكن حقيقية بيقولوا إنها ملعونة بجد. بس خليك فاكر، مش كل اللي بيدخل الأماكن دي بيقدر يخرج منها. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان القصة الجاية أقوى بكتير. نبدأ رحلتنا من المكسيك، جزيرة العرايس. تخيل جزيرة مليانة آلاف العرايس معلقة في الشجر، من غير راس، من غير عيون، كلها تراب وعفن. وانت ماشي تحتهم بتحس انهم كلهم بيبصوا عليك. القصة بدأت في الخمسينات لما راجل اسمه دون جوليان سانتانا قرر يعيش لوحده في الجزيرة دي. بيقول إنه لقى جثة بنت صغيرة غرقت في القمال اللي جنب الجزيرة، ومن وقتها كان بيسمع صوتها في الليل بتهمس له. فقرر يعلق عرايس حوالين الجزيرة عشان يهدي روحها. عدت سنين والجزيرة اتملت بالعرايس، آلاف منهم. بس الغريب بجد، جوليان نفسه اتلقى ميت في نفس المكان اللي بيقول إنه لقى فيه جثة البنت. الزوار دلوقتي بيحلفوا إن عيون العرايس بتتحرك وشفايفها بتهمس لما الهوا يعدي. لسه في أماكن أقوى وأرواح عمرها ما خرجت منها. شوف الفيديو الكامل في الوصف لو عندك الجرأة تكمل.